عملنا اكله جديده النهارده. ما شاء الله. عملنا فشه وطاجن رز. بسم الله ما شاء الله على المنظر والريحه جميله. طبعا دي حاجات بطريقه مختلفه قوي. الريحه مختلفه والطعم كمان مختلف جدا. اهو دي الفشه بالطريقه بتاعتي. الطريقه دي حلوه قوي. ما تيجي نشوف على الطبيعه بدل ما احنا متشوقين كده للطريقه. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يمكن انا بتأخر عليكم في الفيديوهات شوية، بس معلش هي ظروف مؤقتة كده. ان شاء الله نبقى مع بعض دايما في الخير. وهنبتدي الاكلة معانا اللي هنعملها. معانا حاجة مختلفة، يمكن احنا عملناها مرة قبل كده بس كانت بطريقة مختلفة عندي كمان، فدي برضو طريقة غير الطريقة التقليدية بتاعتنا. معايا كيلو من الفشة، والمجموعة دي عبارة عن بصل وجزراية واحدة، طماطمتين كبار، وكان فص توم صحيح كده، وقرن واحد شطة او فلفل حامي، او ده بيرجع لرغبتك انت. ولو انت مش عايزة تعمليه ما تضيفوش عادي، براحتك انت، لك مطلق الحرية في اختيارك لأي شيء. معايا نص معلقة سكر ونص معلقة توابل ومعلقة كبيرة ملح. السكر برضو اختياري هنا، لو انت مش راغبة في الأكلة دي مش ضروري انك تستخدميه خالص. معانا طبعا الفشة بتتعمل بالطريقة اللي هقول لكم عليها دي. انا بحط حلة مية الاول بالشكل ده تغلي، فيها ليمونة، او لو انت عايزة تلغيها برضو مفيش مشكلة، وشوية كمون بالطريقة دي. وهبتدي اضيف الفشة بحيث ان هي هتغلي غلوة او اتنين، وهصفيها من المية دي كما لو كنت يعني بغسلها. بس غلوة مية بغلوة، يعني لازم تغلي غلوة على النار كده بحيث ان هي تصفي اي زفارة فيها او اي حاجة مش كويسة. بالطريقة دي هأديها تقليبة. وبعدين هي اول ما بتتحط في المية السخنة بتنفش كده. المية دي علشان خاطر ان هي تنزل كل السوائل الوحشة اللي فيها، او لو فيها دم او لو فيها كده اي حاجة مش عجباني هتنزل في المية. باجي كبها المية دي بعد كده واشطفها مرة واتنين بعد الغلوة دي، واحطها في الطاجن ده ونحطه في الفرن. خليكم معايا بقى عشان نشوف في الاخر هنعمل ايه بعد ما تغلي غلوة. بصوا بقى بعد الغليان، هي غلت، سبتها غلت كام غلوة كده. بصوا المية شكلها ايه عشان تاخدوا بالكم بس من الموضوع ده. المية شكلها مش سوي خالص، غامقة اوي اهي. ولازم تحط فيها الليمونة او نص ليمونة على حسب رغبتك. طبعا دي بتخليها بتشيل اي زفارة منها اهي. ده غير ما هي مغسولة قبل كده طبعا، غسلة كويسة ومنقوعة في ليمون وملح وكل حاجة زي ما انتم شايفين، وخل كمان اهو. بصراحة انا كان نفسي احط شوية خل كمان في المية دي بس نسيت، وهي غلت كتير بما فيه الكفاية. همسكها اصفيها واغسلها مرة او اتنين عشان تبقى صفت كل اي سوائل وحشة فيها. بصوا المية عاملة ازاي اهي، شيء مش مرغوب فيه تماما. ويعني اهو كشيء من التغيير شوية. هجيب لها غطا ونغطيها على طول اهي.
او ممكن نكتمها بورق فويل، بس انا عشان ابص عليها كل شويه، وبعدين الغطا ده حابك عليها كويس، مش محتاجه ان انا احط لها اي حاجه تانية، تبقى كتمها اهو في الفرن. تعالوا بقى اما اقول لكم على اخر حاجه ممكن نحطها عليها، نعملها عليها. دي الفشه اهي زي ما انتم شايفينها كده، هي طابت الحمد لله، ما خدتش وقت على فكره معايا. هنشوف ثانيه واحده بس اولع العين سخنه، عشان انا طلعت الفشه وحطيت مكانها طاجن رز، حتى لسه يدوب بيشيل اهو. فانا قلت اطلع دي على ما اعملها على ما يطيب، عشان التقل على الصاج المره اللي فاتت وقع مني، انا مش عايزاه يقع تاني. هنشوف بقى هنا عملنا ايه. انا جبت بصلايه صغيره، بصلايه صغيره جدا مش كبيره، يعني يدوب قيمه معلقتين بالظبط بصل، على اي ماده دهنيه سواء كان زيت او زبده او سمنه. هصفرها وعليها فصين توم او فص كبير اهو، بس مستنيه البصله لما تدبل شويه، هاجي ضايفاها عليها، لان التوم بيتحرق بسرعه لو اتحط الاول. هحط عليها بس رشه ملح صغيره على البصله، حاجه خفيفه جدا، لان انا حاطه لها الملح من البدايه، بس دي عشان البصله ما تاخدش وقت. يدوب هتصفر، واجي احطها على الفشه في الفرن زي نظام الطشه كده، بس دي طشه بصل، وطبعا اكيد من غير ليمون ولا خل، هي كده من غير حاجه. الطشه دي على فكره احنا بنعملها احيانا للحمه، اما نبقوا سالقين اللحمه بتبقى مديه طعم للشوربه جميله جدا. بدات البصله تلون معايا، ابتديت احط الثوم، هقلب كده علشان يبقى اللون بتاعها موحد، ما يبقاش بصله حمرا وبصله بيضه. طبعا بقلب بسرعه علشان خاطر ان هي عشان حاجه بسيطه فتحمر لو سبتها من الجناب شويه ولا حاجه. فالثوم البصل ياخد طعم الثوم بس كمان، عشان ما يحمرش قوي، لان الثوم بيتحرق بسرعه. احط عليها اطفي بقى عليها النار اهي. هنروح نحطها على الفشه بالشكل ده اهي. المفروض ان انا عايزه احط معلقه شوربه عشان الم اللي في الطاسه. اهي كده، ما اقولكوش بقى على الطعم بصراحه، طعم تحفه. انا عملتها طبعا قبل كده، فانا ما بعملش حاجه الا لما بجربها بيبقى الطعم جميل، والريحه لما حطيت الطشه دي بقت جميله جدا صراحه، صعبه اوصفها لكم من جمالها.
هنحطها في الفرن بعد ما نشوف طاجن الرز تقريبا خلاص استوى، بس بسيبه كمان 5 دقايق ونرجع ونحط طاجن الفشة تاني. تعالوا بقى نشوف الطاجن بتاعنا بعد ما خلاص جهز. بصوا بعد ما طلع من الفرن، على فكرة مطلعاه بقاله حوالي دقيقتين ولسه بيغلي. شوفين المنظر، ونشوف طاجن الرز بتاعنا. طبعا مفيش حد في مصر اسمه ما بيعرفش يعمل رز الطواجن دي بالذات من اسهل ما يكون في طريقة عمايلها. اهو هنجيب الاتنين جنب بعض كده، تقيل اهو. بسم الله ما شاء الله، المنظر تحفة. هنشوف الفشة اهي طيبة جدا. هنشوفها كمان بحاجة عشان تشوفوها معايا. هنجيب شوكة اهي طيبة خالص. الريحة دي جميلة قوي، خصوصا بعد ما عملنا البصلة وفص الثوم الاخير ده، بيدي شكل، قصدي ريحة وطعم جميل. هو اساسا شكل الطاجن تحفة. الف هنا، هنقول الف هنا. ويا ريت اللي يشوف القناة يعمل لايك واشتراك علشان يوصلوا مني كل جديد. معلش انا اسفة، مش بقالي فترة ما عملتش فيديوهات، فتلاقيني مش قوي وبعدين الصوت عشان كان عندي برد شوية. يا ريت تشجعوني ان انا اعمل فيديوهات تانية غير كده، حاجات حلوة جدا، بس للأسف مش لاقية تفاعل، عشان كده ما بقدرش اعمل غير كل فين وفين فيديو. فانا محتاجة منكم ان انتوا بس تدعموني، علشان يعني تشجيعا ليا ان انا اتواصل باستمرار كده معاكم واقدم لكم حاجات كويسة. صدقوني هعمل لكم حاجات حلوة قوي. اشوفكم بخير ان شاء الله. ويا ريت نتفاعل ونفعل، نعمل اشتراك ونفعل الجرس واللايكات. ارجوكم اللايكات اللايكات اللايكات. اشوفكم ان شاء الله بخير. السلام عليكم.